يا صباح الفوقان والروقان والقهوه التركي الساده واللي بالحبهان. احنا جايين لكم النهارده وجايبين لكم معانا بن العميد الكويتي. طيب القصه جت منين او يعني ايه اللي وصلني للعميد الكويتي؟ لو انتوا فاكرين كان في حلقه عملناها اسمها احسن قهوه تركي في مصر، وهيطلع لكم اللينك دلوقتي على الشاشه فوق. الحلقه دي عملنا فيها كومبيتيشن ما بين اكتر من نوع من قهوه تركي، واللي كسب معانا كان بن العميد الكويتي. كنت جايب العميد الكويتي ساعتها من مترو ماركت. بعد الحلقه تواصل معايا شركه اسمها شركه المذاق. شركه المذاق لما تواصلوا معايا عرفت ان هم الموزع الحصري لبن العميد في مصر. يعني الناس دي هي اللي بتستورد بن العميد الكويتي الاصلي. ده ليه؟ لان انا جالي اسئله كتير قوي نعرف منين العميد الكويتي الاصلي مش من الاصلي، لان في عميد كتير قوي في السوق وفي منه مضروب. طبعا انا هنا ما بتكلمش عن العميد الاردني، انا بتكلم عن العميد الكويتي. تمام؟ الناس مشكورين ادوني او بعتوا لي بن العميد ان انا اقدر اعمل عليه حلقه. عايز بس اقول لكم على موقف بسيط كده حصل. اليوم اللي المفروض ان انا كنت هستلم فيه العينه دي عشان اعمل عليها الريفيو، انا كنت مسافر او كنت هسافر في اليوم ده. فالناس مشكورين عشان ما ناخرش الدنيا بعتوا لي القهوه باوبر لحد المكان اللي انا فيه عشان اطلع معاكم في الفيديو. اقوم انا بقى يجي في دماغي انا مسافر ورايح الساحل، اخد معايا القهوه والرماله وعدتي كلها واصور لكم الفيديو ده ورايا البحر، حاجه كده ايه يا عمرو دياب. اقوم انا ناسي القهوه وناسي الرماله وناسي الشنطه ونسيت العوامه ونسيت النضاره، نسيت كل حاجه. تمام؟ الحمد لله ان انا ايه خدت المايو يعني. رحت هناك ومفيش قدامي غير النسكافيه 3 في 1. برضو من المواقف الكويسه اللي عايز احكيها ان استاذ محمود الخشاب من ناسو ستيل كلمني اول ما شاف البوست اللي انا نزلته على الجروب، ولقيته بيقول لي لا خليك عندك، انا هبعت لك دلوقتي رماله بكنك بموكا بوت بقهوه علشان تقعد تعمل الفيديو براحتك وتنبسط. بس بيني وبينكم انا ايه يعني اتكسفت من الراجل، فقلت اخد 3 ايام كده اشرب نسكافيه 3 في 1 وبعد كده ارجع لكم ونعمل لكم الريفيو براحتنا. طيب عشان ما اطولش عليكم يلا نبدا. احنا معانا ايه النهارده؟ معانا بن العميد وسط بدون هيل او مش محوج، وسط ساده. ده اول واحد هنعمل له ريفيو. يلا نبدا كده مع بعض، نفتح العبوات نشوف الشكل ونعمل ال3 فناجين واقول لكم رايي ايه حالا. نفتح القهوه مع بعض. جبنا مقص احمر. هنبدا اول حاجه القهوه التركي. طبعا العبوه بيبقى عليها من بره كيس بلاستيك، ثواني، تبقى متغلفه بكيس بلاستيك زي كده، بس انا ايه يعني شلت الاكياس كلها قبل ما نبدا، عشان انا شايفك يلا هتقول لي لا ده مش الاصلي معلوش البلاستيك ده. ماشي طيب يلا نفتح. ده اول حاجه شكل العبوه. تمام؟ الوزن 250 جرام. طبعا زي ما انتم شايفين هي بقت موجوده دلوقتي عند ناسو ستيل كمان، يعني ناسو ستيل تواصلوا مع او المذاق تواصلوا مع ناسو ستيل وبقت موجوده عندهم القهوه التركي فاتح ووسط وغامق وفرنساوي، يعني في كذا حاجه يعني. يلا نبدا مع بعض. تعالى كده يا استاذ محمود ثانيه معلش، لو ممكن بس تشم كده معايا وقول للناس انت حاسس بايه؟ هو ريحه البن باينه قوي. يعني انت بتشم بن كتير عادي، انت عندك اكتر من نوع حواليا من اماكن كتير، بس هو انت حاسس بايه؟ ريحه باينه وقويه جدا فعلا. لا ممتاز. هي دي اللي انا بتكلم فيها، الريحه تحس ان هي زي ما انت يكون عندك اكتر من نوع سنجل اوريجينز وانت جبت الانواع دي وطحنتهم وعملت توليفه، وتحس ان مفيش الريحه اللي بتقفلك من البن ساعات دي، اللي بتبقى عارف انت في ريبوستا كده، الريبوستا اللي هي مسؤوله عن الوش والقوام والكلام ده. في ناس بتجيب انواع رديئه جدا، بمجرد ما تفتح الكيس تحس ان الريحه خارجه بتزقك في وشك، انت حاسس دي ريحتها ايه؟ هاديه كده. انا اصلا يعني وقعت في حبها من اول ما فتحت الكيس المره الاولانيه. طيب يلا نبدا ناخد الكيس اللي بعده. انا في المرتين او الاثنين فيديو اللي قبل كده انا استخدمت الرماله الميجا اللي هي بتشيل 12 كنكه. تمام؟
المره دي انا هستخدم رماله تانية، انا اول واحد دلوقتي يستخدمها من عند ناس في ستيل، يعني هي حتى لسه ملهاش اسم، يعني هم عايزين يسموها الكوادرو عشان هي بتشيل 4 كنكات، وانا بصراحه عايز اسميها هومي عشان حاسس ان هي تبقى مناسبه للبيت، لان هي بتشيل 4 كنكات على قد ايه اسره يعني عايزين يشربوا قهوه مع بعض. والميزه فيها كمان ان الحافه بتاعتها طويله، فتقدر انك تغرز الكنكه اكتر من الرمالات التانية. بص يعني اقدر اوصل ان تلتين الرماله اتدفن تحت. فخلينا يلا نبدا مع بعض وابقى معاكم حالا وتشوفوا القهوه بتتعمل معايا. كده زي ما انتم شايفين اهي القهوه قربت تخرج وغارزها، وانا مش راضي اغرزها قوي عشان ما تنجزش، بس انا ملاحظ حاجه في الرماله دي مختلفه عن اللي فاتوا. اللي فاتوا هنا كان فيه ترموستات، الترموستات ده كنت انا بتحكم فيه بدرجه الحراره، فده كان مخليني مش عارف اتعامل معاها 100% قوي لان مش شبه اللي عندي في البيت. دي بزرار و1000 واط، فصاروخ بقى انت فاهم، حطيت عليها الحاجات مفيش 4 دقايق ولا حاجه وتطلع لك القهوه مظبوطه. انا غارزهم اهو وسايبهم ياخدوا وقتهم خالص. القهوه اهي بدات، تفتكروا مين هتخرج الاول؟ اوكي دي اول واحده خرجت معانا. يبقى كده الاتنين الفليفرز هما اللي خرجوا في الاول. اوكي اديهم خبطتين كده عشان ايه الفقاقيع دي تروح. كده الفليفرز جاهزين. ناخد بقى القهوه التركي تلعب بقى لوحدها في الرمل هنا تبلبط. القهوه على الوش والقوام، شايف القهوه قوامها عامل ازاي؟ ان شاء الله. بس كده ال3 انواع جاهزين معانا زي ما انتم شايفين. القهوه التركي، القهوه الفرنساوي، والقهوه التورينو. وادي القوام اهو بتاع القهوه واضح. يلا اسيبكم اروح ادوق وارجع لكم على طول. طلعنا القهوه من على النار، كل حاجه جاهزه، الريحه باينه. نبدا باول حاجه معانا القهوه التركي. طبعا القهوه التركي هي الاساس وهي اللي هنبدا بيها. المره دي الوش مختلف تماما، الوش عالي، لونه الى حد ما غامق شويه. الوش فيه حاجه كده لو انتوا شفتوه في الفيديو معايا تحس ان هو معمول زي الاسبريسو التايجر كده، في حتت اغمق من حتت. في المجمل الوش حلو جدا، مع اني ما قلبتش الكنكه في نص وانا شغال، وده بيقلل الوش. لما تقلب بتزود وش، فانا ما قلبتش. والحاجه الثانيه ان انا ما عملتش على صبتين، والصبتين دي من الحاجات برضو اللي بتزود الوش. فدي اول لقطه بالنسبه للوش. تاني حاجه او تاني ملاحظه بالنسبه لي، الوش عليه طبقه زي ما تكون عامله زي طبقه الزيت، ودي انا ما بشوفهاش غير في انواع قليله جدا من القهوه. وده ان دل على شيء فبيدل ان القهوه الحبوب بتاعتها الجوده بتاعتها عاليه، وفيها زيوت خرجت معاك وانت بتستخلص القهوه عن طريق التخمير والغلي، ودي طريقه التركي، طريقه التخمير والغلي. النقطه الثالثه، القوام تقيل ومش فاصل، وده سببه حاجه من الاثنين او حاجتين يعني. الحاجه الاولانيه، الرماله اللي احنا شغالين عليها سوت القهوه على نار هاديه، خدت حوالي 4 دقائق او 4 دقائق وكسور بسيطه، فالقهوه ما سقطتش وما فصلتش. ده رقم واحد. رقم 2، نوع الحبوب نفسه او الكواليتي بتاعت القهوه بتاعت العميد الكويتي، واضح ان هي فعلا كواليتي عاليه، وده مأثر في حجم الحبوب. نبدا بقى ناخد الحاجه اللي بعد كده، الريحه. ريحه قويه، نفس الريحه اللي كنت حاسسها وهي مطحونه، زاد عليها بس ريحه الروستنج بتاع او عمليه الاستخلاص،
ناخد الطعم ونخش في المفيد بقى. ينفع اخلصه كله وبعدين اتكلم يعني؟ طب يا جماعه، ناسو ستيل، طريق النصر الاوتوستراد جنب طيبه مول، معرض ناسو ستيل، عنده تيست اريا، واللي عايز يجي يدوق بن العميد يجي يدوق بن العميد في التيست اريا هنا، وتعمل قهوه على الرماله وتجرب وتشتري اللي انت نفسك فيه. يلا نقول بقى انا حسيت بايه. بصوا يا جماعه، اول حاجه الطعم مزز، مش مزازه سخيفه، مش حامضيه او حموضه، لا مزز ايه؟ تحس كده ان انت طاحن قهوه طازه في مطحنتك اليدوي اللي عامل عليها قهوه تركي، وانت مولف توليفه من مزاجك وقاعد بتشربها. ده حرفيا اللي انا حاسه، مزازه عاليه واضحه، محسساك ان هي طعم غني بيخش في جوانب بقك، يحسسك ان انت اول ما الشطه بتاخدها عايز تاخد شطه كمان. فعلا 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 بدون مجامله وبدون اي حاجه، من احسن انواع القهوه التركي اللي الكواليتي بتاعتها عاليه اللي انا دقتها. نيجي للنقطه الثانيه، مفيش تقريبا مراره قويه. المراره بتبان معاك مش في التيست، يعني مش وانت بتدوق بتحس انها مره، لا، انا دلوقتي دقت واتكلمت وبتكلم معاكم، والمزازه اللي في بقي بدات تتحول لمراره خفيفه في نهايه حلقي ونهايه لساني، نهايه بقي ونهايه لساني، بدات احس بمراره خفيفه مقبوله ومكمله التوازن بتاع الطعم ما بين الحامضيه او ما بين المزازه وما بين المراره. الوش لسه مكمل معايا، مع ان خدت 4-5 شفطات. القوام لسه تقيل والريحه قويه. ده فنجان قهوه تركي ملوكي، يعني ده بالنسبه لي لو حد بيسالني صنف الانواع القهوه التركي اللي انت دقتها، اكيد من احسن الانواع اللي انا هصنفها. مش عارف اقول الترتيب دلوقتي، بس اكيد هيبقى من احسن الانواع العميد الكويتي. لازم تجربوا عشان تحسوا بالتجربه اللي انا بقول لكم عليها، فعلا مختلف خالص عن اللي احنا بندوقه هنا. ف ده كده اول نوع، العميد الكويتي في شركه المذاق. جابوا لي فري تيست لحاجات كتير قوي نجربها، فخلونا بقى نلعب بالحاجات دي ونقارن ونعمل حاجات كتير ونجربهم على الموكا بوت ونخترع. حلو كده. في نهايه الحلقه انا حابب اشكر شركه المذاق، الموزع الحصري لبن العميد الكويتي، ان هم ادوني الفرصه ان انا اجرب كل انواع بن العميد الكويتي واعمل لكم عليها بقى فيديوز، وهنعمل العاب كتير مع بعض ان شاء الله الفتره الجايه. حابب اشكر برضو ناسو ستيل، الناس اللي انا شاغل لهم المكان زي ما انتم شايفين، ومقعدهم لحد الساعه داخله على 12 بالليل عشان نصور الحلقه، واستخدمت الرماله اللي انا هسميها هومي بقى لحد ما انتم تستقروا على الاسم. اول واحد يستخدم الرماله دي ونجربها مع بعض. وشاكر جدا ليكم على وقتكم معايا. استنونا، احنا مش هنعمل اسبوع قهوه تركي، احنا مستمرين لاخر شهر 7 وهنسميه شهر القهوه التركي. انا معاكم لحد ما نجيب اخر القهوه التركي مع بعض. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم.